النهارده بقى هنعمل احلى كبده بالرده. هنجيب الكبده زي ما انتم شايفين كده، هنشطفها طبعا من ايد الجزار. هنحط توم، كركم، دبس رمان، بابريكا، شطه، كمون، ملح، وعصير ليمون طبعا. ونقلب كويس، نقلبها كويس، ونكون مجهزين الرده طبعا اللي هنقلبها فيها. انا ما رضيتش اعملها بالرده قدامكم عشان الفيديو ما يطول. نقلبها كويس وبعد كده نسيبها حوالي ساعه، نسيبها ساعه منقوعه في الخلطه اللي احنا عملناها دي. بعد كده هنجيبها ونجيب الرده دي بقى. الكبده اللي احنا عملناها بصوا دي طريه شويه، يعني اللي في ايدي دي كده طريه شويه. الطبق التاني ده يعني متحمصة شوية أو دوست عليها شوية في السوا، لأن في عندي ناس بيحبوها جوسي كده طرية شوية، وفي ناس بيحبوها متحمرة جامد. كبدة من الأكلات الجميلة يا جماعة، ولازم تتعمل صح عشان تطلع حلوة وتطلع ريحتها حلوة. أهو هنا كده خلصت اهوت، وجهزتها بقى للأكل. وعملت جنبها طماطم مخللة، عملت جنبها طماطم مخللة، وجبت جرجير. طبعا الكبدة انتوا عارفين والسمك بتحب ايه الجرجير. وعملت جنبها طماطم مخللة بس وجرجير ورز ابيض. الرز طبعا شوحته كده في معلقتين كبار سمنة بعد ما غسلته، ورحت سقياه من ميه الكاتل عشان الميه تبقى نازله سخنه عشان ما يطلع حلو كده ومفلفل. اهو الاكل زي ما انتم شايفين اهوت قدامكم. طبعا تتبيله الكبده انا قلتها لكم جميله وسهله جدا. توم، بصراحه هي الكبده بتحب التوم، يعني انا ما بقتنعش بالناس اللي تقول انا بعمل الكبده ببصل دي في حاله واحده لو انت هتعمليها في الفرن. لكن الكبدة اللي هي متشوحة على النار من فوق برضو بتبقى بالثوم والفلفل الأخضر. وده الرز اهو اللي أنا عملته. معلش عفوا، هو الرز أنا عملته بالزبدة الصفراء، ما عملتوش بالسمنة المرة دي. طلع جميل جدا ومفلفل، لأنك انت طبعا لما بتحطي الرز في السمنة أو في الزيت أيا كان لازم تقلبي شوية علشان ايه حباية الرز كلها تتغلف بالسمنه او الماده الدهنيه اللي انت حطاها. فطبعا الرز طلع جميل جدا ومفلفل، والرز الابيض ده من الاكلات المحببه قوي عند ناس كتير. دي كده كانت وجبتنا، وده كان غدانا النهارده. اتمنى يكون عجبكم، واتمنى ان شاء الله تعملوا الكبده. حلوه قوي، من الاكلات الجميله الخفيفه. واتمنى تعملوا لي اعاده نشر للفيديو وتعملوا لايك ما تنسوش، وتعليق جميل كده من ايديكم الحلوه. واترككم في رعايه الله وامنه، واتمنى يكون فيديوهاتي خفيفه على قلبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.